الأمر الثاني توقير أهل البدع وعدم التفريق بين السنن والبدع. قد وردت آثار عن الصحابة والتابعين كلهم يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن الحب والبغض في دين الله ليس للمال وليس للنسب وليس للحسب وليس للجمال وليس للثروة، إنما الحب والبغض في الدين لله رب العالمين. فإذا أنت أحببت شخصا إنما تحبه لدينه، وإذا كرهته فإنما تكرهه لبدعته وضلاله وانحرافه. فإذا وقرت المنحرف عن دين الله ومنهج الله ومنهج رسوله فأنت أعنت من حيث تشعر أو لا تشعر على هدم الدين. ولذلك حذرنا رسولنا والصحابة والتابعون من هذه المرحلة، ألا نميز بين السنة النبوية وبين البدعة المردية. انظروا هذا الأثر العظيم العجيب: كيف بكم، وهو عن ابن مسعود بإسناد صحيح، وقال العلماء هو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة. إذن لها مؤسسات ولها مناهج ولها جامعات ولها وسائل نشأ عليها الصغير تربى، وهرم عليها الكبير وفشت في الناس حتى أصبحت سنة وهي فتنة. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة؟ قيل: ومتى ذاك؟ ما علامات هذا الأمر، هذه الفتنة؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت علماؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. كثرت الأمراء مقابلها قلت العلماء، كثرت القراء وقلت الفقهاء، حتى أننا نرى في هذا الزمان وبخاصة في شهر رمضان يقدم للقراءة ويقدم للإمامة من هو أحسن صوتا. وبذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6 ذكر منهن ونشوا أي نشأ يتخذون القرآن مزامير لا يقدمون رجلا ليقرأهم إلا لأنه يغنيهم. أصبح القرآن الآن يقرأ على أوزان السلم الموسيقي، أصبح القرآن الآن يلحن على الأوتار، أصبح القرآن الآن أغنية قديمة، ليس منهجا للبشر وليس منهجا للحياة وليس دستورا للأمة. إذن الأمر الثاني: إذا لم نستطع أن نفرق بين السنة والبدعة ووقرنا أصحاب البدع والضلالات